تعالوا نحول مع بعض البلح الناشف للعجوة القمر ديت. فظيعة فظيعة، تستخدميها في كذا حاجة، قراقيش، كحك، قرص، وانتي عاملاها في البيت ومضمونة. تعالى اقولك تعمليها ازاي. عندك بلح ناشف من رمضان مش عارفة تستخدميه في ايه علشان ما يسوسش ويترمي خسارة، هنعمل بيه ايه؟ هنعمل بيه عجوة. طبعا العجوة احنا بنشتريها من عند العطار، مش مضمونة ومش عارفين هي اتعملت ازاي. لا احنا النهاردة بقى هنعمل احلى عجوة من شوية البلح دول. اول حاجة خالص هشيل البذر او النواة بتاعت البلحة. انا استخدمت هنا ايد الهون، بدل ما امسك سكينة بقى وتوجعلي ايديا، بفتح كده بايد الهون واطلع النواة منها بالشكل ده وبحتفظ بالبلح. دلوقتي بقى هغسل البلح بميه سخنه علشان ايه؟ يدوب معاكي كده، وهغليه برضو بميه سخنه وهسلقه بميه سخنه برضو علشان ما ياخدش وقت معايا في ان هو يبقى عجوه. دلوقتي حطيت البلح بعد ما غسلته كويس قوي بالميه السخنه، حطيته في ميه سخنه برضو على البوتاجاز، وهسيبه بقى يقعد يغلي كده مع بعضه لحد ما يبقى دايب خالص كده ويبقى عجوه. بدأت هنا كده البلح يغلي معايا، ريحته فظيعة، احلى عجوة هتعمليها في البيت بأقل الامكانيات. بص كده البلح معايا بقى عامل ازاي، بقى عجوة عجوة يعني، داب خالص. انا بقى وهو خلاص كده استوى معايا خالص وبقى عجوة، بقى تحفة. هبتدي بقى ان انا اهرسه بشوكة لحد ما يبقى عجوة معايا خالص. هفضل اهرس فيه كده لحد ما يبقى عجوة. هطفي عليه انا كده خلاص، انا خدت اللي انا عايزاه من النار، ان انا دوبته كده وبقى دايب خالص بالمنظر ده. هقفل بقى النار واقعد اهرس فيه كده على البارد بقى عشان يبرد واعرف ان انا احشي بيه القراقيش. تحفه. كده وفرتي، انتي عملتي بتاع كيلو الا ربع عجوه من شويه بلح ناشف.